اليوم غنحضر معاكم احسن كيكه ديال الشكلاط اقتصاديه وكميه اللي هي كتيره، والاهم كتجي لذيذه بزاف ومعلكه. الوصفه سهله واقتصاديه، عندك وليداتك او جا عندك شي ضيف عاملين هاد الوصفه هادي راها تحمر لك وجهك وكتجي كتذوب في الفم. احسن كيك ديال الشكلاط اقتصاديه وفيها حجم اللي هو حجم عائلي. خليك اختي معايا حتى لاخر الفيديو باش تاخدي الوصفه وتحتفظي بها وديريها لوليداتك. السلام عليكم، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير، ويلقاكم هذا الفيديو وانتم في احسن الاحوال، الامور ديالكم تكون بخير. ندخل معكم في الوصفه ديال الكيك ديال الشوكولات. اول حاجه خديت واحد الاناء اللي تقدروا تخلطوا فيه الخليط ديالكم. غتعملوا فيه 3 ديال البيضات، واحد شاشية ديال الفاني، كاس ديال سنيدة، واحد العلبة ديال دانون ديال الفاني، يعني كاس معامرش ديال الزيت، كاس اللارب. وهنا عندي 3 ديال شاشيات ديال الكاكاو 7 غرام، و3 ديال الخمارات حمرين، والدقيق كيبقى حسب الخليط. وغنعطيكم واحد السر باش كتجيكم الكيكه مفشفشه وكتجي رطبه بزاف. اول حاجه غنخلط هاد المقادير مع بعضياتهم: السكر، البيض، الفاني. غنخلطهم مزيان حتى غيذوب ليا هذاك السكر مزيان. عاد غنعمل الزيت ودانون. بالنسبه للدانون تقدروا تعوضوه بالكاس ديال الحليب. وهاد الكيكه هذه كما قلت لكم كتجي روعه في المذاق وكتجي حجم عائلي وغير ب3 ديال البيضات. بعد ما خلطت هذاك الخليط زدت عليهم الزيت، وغنزيد علبه ديال الياغورت بنكهه الفاني، وغادي نخلط هاد الشي مزيان حتى هادوك المقادير كتخلطوا مع بعضهم والسكر كيذوب مزيان واللون ديال الخليط كيتغير. الا بغيتو ديروا بالضرب كهربائي تقدروا تعملوها. انا عملت غير يعني غير بالضرب يدوي. صافي غنبقى نخلط مزيان على هاد الشكل هذا، ضروري من تخلاط. تقدروا عاود ديروها في الكاس ديال موينيكس وطحنوا كلشي مع بعضياته، يعني غير الخليط ماشي الخميره داكشي، غير الخليط تخلطوه وعاد تخويوه في هاد الاناء. عاد تعملوا الدقيق والخمارات والكاكاو، يعني كل شيء واضح. صافي هنا بعد ما خلطت مزيان دابا غادي نعمل الدقيق. انا هنا خلصت غير كنت كنختصر لكم الفيديو. صافي هنا غادي نزيد نعمل الدقيق. كيف ما قلت لكم الدقيق حسب الخليط، ما خصهاش تكون قاصحه وما خصهاش تكون خفيفه. صافي هنايا خديت واحد دوك شاشيه ديال الكاكاو 3، خويتهم هنايا في الغربال. وغادي ناخذ هذوك الخمارات حتى هما غادي نعملهم ب3. وضروري تغربلوا الطحين وتغربلوا الخمارات وتغربلوا شاشيه ديال الكاكاو باش مني ماشي كتخوهم نيشان غادي يبقاو لكم داكشي مكور. من الاحسن يتغربلوا، وحتى هذا من اسرار ديال الكيك كيجيكم ناجح وكيتنفخ لكم. صافي كيف ما كشفتوا كنغربل على هذا الشكل هذا، وهذوك حبيبات هكا كنغربل كنديرهم بيديا حتى كيذوبوا. صافي وغادي نخلط هذا الخليط ديالي على هذا الشكل. الا لقيتو مازال خاصو الدقيق راه غنزيد ليه الدقيق على هذا الشكل هذا. هنا لقيتو مازال خفيف عملت له الدقيق ونعاود نخلط. بالنسبه للدقيق انا كنعمل عيني ميزاني، حتى الدقيق راه فيه انواع، كاين اللي كيشرب كاين اللي ما كيشربش بالزربه، يعني كل دقيق وكيفاش عامل.
بالنسبة للدقيق عملت الفرص رطب. صافي هنا خلط هادشي مزيان على هاد الشكل. شفتوا كيف ما الخليط كيكون على هاد الشكل هذا، ما خفيف ما ثقيل. على هاد الشكل. وهنا غادي نزيد واحد السر من الاسرار ديال الكيك، والسر من الاسرار ديال الكيك ديال المحلات. حتى هنا خوتي كان مازال خصني نزيد ليه شويه ديال الدقيق، زدت ليه شويه، نتوما تعرفوني علاش. المهم انا غنشارك معكم السر ديال الاسرار ديال المحلات اللي كيعملوا الكيك. شنو هو خوتي هاد السر من الاسرار اللي كيعملوا صحاب المحلات؟ هو كتزيدوا شويه ديال الماء دافي، شويه ديال الماء دافي، واحد نص كاس هكا كتزيدوا على هاد الخليط هذا. كيف ما كتشوفوا الماء يعني راه دافي سخيخن شويه، وزدتو على هاد الخليط وبقيت كنخلط مزيان على هاد الشكل باش الكيك كتنفخ لكم وكتجيكم هشيشه بزاف من الداخل. هذا هو السر اولا سر من الاسرار ديال المحلات. صافي هنا خوتي راني الخليط ديالي هو هذا كيف ما شفتوا، ما خفيف ما ثقيل. هنا خديت واحد المول دهنته بشويه الزبده وبالدقيق. غادي نكب فيه هذا الخليط هذا وغادي ندخلو الفران. غنخليه 35 دقيقه وغادي نخرجو. بالنسبه للفران انا عندي ديال الضو، غادي نشعل ليه غير من التحت. مني غادي يطيب من التحت راه هو غادي يتحمر بوحدو من الفوق بقوه الحراره اللي في الفران، راه هو غيتحمر يعني الكيكه تحمر من الفوق. كيف ما شفتوا كبيتها كامله في هذا المول هذا، وغادي ندخلها للفران ونخليها 35 دقيقه. وعاد غادي نخرجها من الفران ونخليها تبرد واحد شويه وغادي نسقيها. بالنسبه انا ما كان خصني نسقيها بقهوه سريعه الذوبان، ولكن ما كانتش عندي. صافي عصرت شويه ديال القهوه. هذه هي الكيك ديالي بعد ما خرجتها من الفران على هذا الشكل هذا. غنخليها تبرد. هنا كنت عملت فيها الموز باش نعرفها واش طابت، لقيتها فعلا طابت. صافي خرجتها. صافي كيف ما قلت لكم غادي نسقيه انا بالقهوه. يعني الا عندكم قهوه سريعه الذوبان سقيوها بها، ما عندكمش انا عصرت القهوه عملت فيها شويه ديال السكر وهي اللي غادي نسقيها بها. صافي هنا الكيكه ديالي بعد ما حيدتها انا راه حطيتها مقلوبه على هذا الشكل باش مني نسقيها بالقهوه تدخل معها لداخل، وتقبتها هكا بالفرشيطه مزيان على هذا الشكل هذا. صافي وغادي نسقيها بهذيك القهوه. بالنسبه للسقيه تقدروا تسقيوها تقدروا لا، ولكن ملي كتسقيوها كتجي احسن وكتجي زوينه بزاف على هذا الشكل هذا. وفي هذه الوقيته هذه راني عملت هذاك الخليط ديال دانون مسوس والشوكولات، عملتهم في حمام مريم يذوبوا باش غادي نزين به هاد الكيكه. كيف ما شفتوا عملت هنايا الشوكولات ودانون مسوس بدون سكر حتى دابوا في حمام مريم، هو اللي غادي نزين به هاد الكيك هذا على هاد الشكل. صدقوني كتجي روعه في المذاق، وديروها لوليداتكم لا اي واحد عزيز عليكم راه غادي تحمقهم هاد الكيك هذا. صافي هنايا بعد ما كملتها دهنتها كامله كتجي على هاد الشكل هذا. الا عندكم اللوز ايفيلي اولا كاوكاو مهرمش زينوا به، عندكم يعني تكون عندكم اي حاجه تقدروا تزينوا بها زينوا بها الكيك. انا صراحه ما كانش عندي موجود باش نزينها خليتها غير هكا. المهم هي تجي زوينه وتكون لذيذه كيف ما كتشوفوا. شوفوا تبارك الله كيفاش يعني باينه هشيشه ومفشفشه من الداخل. هنا راه كانت باقا سخونه، كان خصني ضروري نصور معكم فيديو باش نكملو. وهادشي اللي كاين اخوتي. كنتمنى هاد الوصفه هذه تنال الاعجاب ديالكم، والا عجبتكم ما تنساوش تدعموا القناه بالاشتراك. وشكرا جزيلا للمتابعه، وما تنساوش تجربوا هاد الوصفه هذه لوليداتكم، او لا جا عندكم شي ضيف عزيز اكيد غتحمر لكم الوجه ديالكم مع الضياف ديالكم. وهنا كنكون وصلنا لاخر الفيديو.
السلام عليكم، حتى الفيديو المقبل إن شاء الله، وصفات جداد، فيديوهات جداد، وخرجات جدادين. السلام عليكم.